ولو جيتي سالتيني اسماعيل ولا شيماء اقول لك لا، اسماعيل انضف منه، وكان بيحب الولد اللي اسمه ضاضر. طالعه دلوقتي لما سابت وراح وجبتي وفاء عامر عشان تصالحك عليه، ويلا طنطا طنطا طنطا، كنتش مبسوطه وبرضه سابت. دي المفروض بعد ما ابنها مات كانت تعتزل كده شويه، مفيش. وفاء صلحت ما بينهم. يعني ايه ذنبها ايه يا نور؟ يا نور ما هي ده طفل يا نور، طفل، ومش طفل صغير، ده طفل عايش معايا، طفل عايش معايا وبيضحك معايا وكان مع ابوه وكان لازم ازعل على عيلي. امال لو ما زعلتش على عيلي هزعل على مين؟ ولو ما اتقهرتش على عيلي هتقهر على مين؟ حتى لو الانسان عايز يغير مثلا هلبس الوان دي هتبقى مكسوره، عيلي وقع، عيلي اتكسر. حتى لو بلبس وبعمل شعري وجميله بس العين هتلاقيها فيها حزن. انا ما حسيتش الحزن ده فيها، ما حسيتهوش. دول عندهم هم نظام فلاحين، يروح عيل يجي 1000 عادي، يشغلوش بالهم. اللي خلى الام ممكن تقتل عيالها عشان راجل، هيفرق معاها عيل قصاد اللي هي